ما تنساش تشترك في القناة وشوف الملخصات اللي فاتتك هتعجبك، وما تنساش تقول لي رأيك في الفيلم. ويبدأ الفيلم مع مجموعة جنود خارجين من منشأة عسكرية في مدينة لاس فيجاس، ومعاهم حمولة ما يعرفوش عنها أي حاجة. وهم في الطريق عربية بتدخل في المدرعة اللي فيها الحمولة وبتتفجر، والحمولة بتقع على الأرض. فالجنود بيخرجوا من المدرعات عشان يطمنوا على الحمولة، فالباب اتفتح ومش عارفين ايه اللي جوه. قائد المجموعة بيتصل بالقيادة عشان يعرفهم باللي حصل ويبعتوا الدعم. فقالوا ليه سيب المكان انت واللي معاك، ومحدش يقرب من الحمولة، واللي مش قادر يمشي سيبه. فبيقول لهم سيبوا الحمولة وامشوا، دي الأوامر. فبيخرج زومبي وبيهجم عليهم، ومفيش أي رصاص بيأثر فيه، وقتلهم كلهم. قائد المجموعة خد زميله جريوا من المكان، بس الزومبي لحقهم وقتل زميله، فبيضرب عليه نار الرصاص ما بيأثرش فيه، فمسكه وعضه. بعدها بدقيقة الجنود اتحولوا، أي حد بيتعض من الزومبي ده بيبقى تابع ليه وبينفذ أوامره. فبيروح يبص على المدينة وهم واقفين وراه. الزومبي ده الجيش كان بيعمل عليه تجارب، وده كان بداية انتشار الوباء. بس الجيش قدر انه يسيطر على الوباء، وعمل جدار عازل حوالين المدينة ومنع خروج المصابين، واللي فضل عايش حطوه في مخيم جنب المدينة. في الوقت الحاضر بيظهر معانا سكوت، جندي سابق في الجيش. الاخبار بتقول ان الحكومة هترمي قنبلة نووية منخفضة المفعول على مدينة لاس فيجاس بعد 4 ايام، وهيتم اخلاء المخيم اللي جنبها من البشر. سكوت وهو في المطعم بيجي ليه واحد عشان يتكلم معاه، فبيقول له انت بلاي تناكا رجل الاعمال المعروف؟ فبيقول له اه انا. السيد تناكا بيقول له ما ينفعش واحد زيك يشتغل هنا، انا عندي عرض ليك، لو قبلته هتاخد 50 مليون دولار. فقال له ادخل في الموضوع على طول. فقال له في 200 مليون دولار موجودين في مدينة لاس فيجاس تحت الارض في الفندق بتاعي، محتاجين اللي يخرجهم. لسه فاضل 4 ايام قبل ما الحكومة تدمر المدينة. انا عاوزك تعمل فريق وتدخل تجيب الفلوس وترجع، وال50 مليون ليك ولفريقك. ما تردش عليا دلوقتي، خد وقتك في التفكير النهارده وعرفني. دي كيت بنت سكوت، شغالة متطوعة في المخيم اللي جنب مدينة لاس فيجاس، وصاحبتها غيتا. غيتا بتقول لها انا عاوزاكي تخلي بالك من ولادي اليومين الجايين. فبتقول لها ليه رايحه فين؟ فبتقول لها هدخل المدينه اجيب شويه فلوس. فبتقول لها لا، لو رحتي مش هترجعي تاني زي اللي قبلك. فغيتا بتقول لها المهربه دي هتساعدني في الدخول، وكمان الفلوس دي هتساعدني اخرج ولادي من المكان ده، والا هنفضل هنا على طول. فكيت بتقول لها ولادك محتاجينك، لو رحتي مش هترجعي، اوعديني انك مش هتعملي كده. فبتقول لها ماشي انت عندك حق، مش هعمل كده. وهم واقفين يتكلموا الشرطه مايكل بيروح يضايق فيهم، فكيت بتكلمه وحش. فقال لها اثبتي عشان اشوف حرارتك. فقال لها حرارتك مرتفعه، انت عارفه لو قلت ان حرارتك مرتفعه هيحصل فيك ايه؟ فقالت ليه انا كويسه مفيش حاجه. فقال لها خلي بالك من نفسك، مش عاوز احطك في دماغي. سكوت بيتصل بالسيد تناكا وبيقول له انا موافق على العرض بتاعك. فقال له تمام، انت محتاج في فريقك طيار وفاتح خزن، هقابلك بكره مع فريقك الساعه 4. سكوت راح لاول واحده في الفريق، ماريا صديقته. فقال لها على الحوار كله ايه رايك؟ فقالت له ممكن نموت هناك. فقال لها عارف. فقالت له والفلوس هتقسمها بالتساوي على الكل؟ فقال لها لا، هيبقى 15 ليكي و15 ليا و15 لفاندير لو وافق يجي معانا، والباقي للفريق. فقالت له تمام انا موافقه. فبيروحوا لفاندير وبيقولوا له على الحوار كله، فبيوافق بسرعه من غير ما يفكر، وبيقول لهم انا ما كنتش بفكر ارجع هناك تاني، بس المكان هناك بيخليني ارتاح، انا معاكم. رابع واحد في الفريق بيترز الطيار. فبيقولوا لها احنا بنجمع فريق لمهمه ومحتاجينك معانا. فقالت له هو ايه المقابل؟ فقال لها 2 مليون. فقالت له انا موافقه، مش محتاج اعرف ايه المهمه. خامس واحد مايكي بيعرض عليه المهمه مقابل 500 الف دولار، فبيوافق. سادس واحد في الفريق بيتر خبير الخزن، بيعرضوا عليه المهمه مقابل 250 الف دولار، فبيوافق. تاني يوم بيتجمعوا عشان يعرفوا التفاصيل بتاعه المهمه. مايكي بيقول له ده ديمون ودي تشامبرز هيشتركوا معانا وانا اللي هدفع لهم. فبيقول له ماشي تمام. السيد تناكا بيقول لهم على التفاصيل بتاعه الفندق اللي هيجيبوا منه الفلوس، وبيقول لهم هتدخلوا المدينه على رجليكم عشان ممنوع دخول اي طيران المنطقه، بس مسموح الخروج من المكان بطياره. هتلاقوا على سطح الفندق هليكوبتر، حملوا فيها الفلوس واخرجوا قبل التفجير. بعد ما خلص كلام ديمون خاف وقال له انا مش جاي معاكم. ده بيكون مارتن رئيس الامن بتاع السيد تناكا، بيقول لهم انا هكون معاكم في المهمه. سكوت بيروح لبنته كيت، فما بترضاش تكلمه، العلاقه بينهم وحشه من ساعه ما امها ماتت. فبيقول لها استنى بس تسمعيني، انا عاوز منك خدمه وهديكي 15 مليون دولار. فقالت له انت ما معكش 15 دولار، انا مش عاوز اشوفك تاني. فبيقول لها من فضلك استني، اعملي لي الخدمه دي وخدي الفلوس وساعدي بيها الناس اللي في المخيم، انا عارف انك هتستخدميهم صح. فبتوافق وبتقول له عاوزني اعمل ايه؟ فقال لها انا عاوزك تدخليني المخيم عشان ادخل المدينه. تاني يوم بتاخدهم في اتوبيس وبتروح بيهم على هناك، وبتعرفهم على المهربه ليلي اللي هتدخلهم المدينه، وبتسيبهم وبتمشي من غير ما تكلم ابوها. وهي ماشيه بتسمع صوت ولاد صاحبتها غيتا، فبتدخل تشوفهم. فبيقولوا لها امي مش موجوده من امبارح بالليل. فبتعرف انها دخلت المدينه، فبتروح لابوها وبتقول له انا هاجي معاكم، صاحبتي دخلت المدينه وما رجعتش.
فقال لها لا قولي لي شكلها وانا هدور عليها. فبتقول له انا مش مصدقاك. فبيزعق لها وبيقول لها مش هتيجي، انا هدور عليها وقابلك لما نخرج. فقالت له انا كده كده هدخل ادور عليها سواء معاك او لوحدي. فقال لها ماشي هتيجي معانا بس ما تغيبيش عن عيني ولا تروحي تدوري عليها لوحدك، اتفقنا؟ فقالت له اتفقنا. ليلي بتشوف الشرطه مايكل جاي عليهم، فبتقول لسكوت هنحتاج واحد كمان. فبيقول لها لا الفريق تمام كده. فقالت له اسمع كلامي هنحتاج واحد كمان. فراحت لمايكل وقالت له عاوز تكسب 20,000؟ فقال لها عاوز اكسب 20,000. ايه الحوار؟ بيدخلوا جوه المدينه فبيلاقوا الجثث في كل مكان، فبيسمعوا صوت قريب منهم. فليلي بتقول لهم استخبوا بسرعه. فبيظهر نمر زومبي، فالكل بيكون مرعوب، اول مره يشوفوا نمر زومبي. بعدها بدقيقه بيمشي من المكان. ليلي بتقول لهم المكان امان خلاص. ماريا بتقول لها في طريق تاني للدخول؟ فبتقول لها لا مفيش. بتروح لمايكل تتكلم معاه، وفجاه ضربته بالمسدس في رجله. فبيقولوا لها انت بتعملي ايه؟ فبتقول لهم مش هكذب عليكم انا كنت عاوز اعمل فيه كده من زمان، مفيش وقت هيعرفوا اننا هنا، لو التزمنا بقواعدهم هيسيبونا ندخل المدينه، هنقدمه ليهم كقربان عشان يسيبونا ندخل ونخرج. فماريا بتقول لها قربان لمين؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ دول ما بيفكروش، سهل جدا قتلهم. فبتقول لها انا ما بتكلمش عن الزومبي العادي اللي انت عارفاهم، انا بتكلم عن التانيين، اذكى واسرع وصعب قتلهم. مايكل بيقول لهم انا عندي فبتقول له كل واحده اذيتها كان عندها واطفال، انا عارفه كل حاجه عملتها. فمحدش بيعترض على قتله. بيسمعوا صوت، فليلي بتقول لهم هم جايين دلوقتي. فبيسيبوا مايكل وبيرجعوا لورا. فبيظهر زومبي شبه الزومبي اللي كان السبب في الفوضى اللي حصلت. فالكل بيكون خايف، اول مره يشوفوا النوع ده من الزومبي. المهم بياخدوا مايكل معاهم وبيمشوا من المكان. سكوت بيقول لها هم هيعملوا فيه ايه؟ فقالت له كل اللي اعرفه انه هيتحول وهيبقى زيهم، سريع وقوي. انا بعتقد انهم بياخدوه للقائد بتاعهم عشان يحولوا. كيت بتقول لهم هم واخدينه ورايحين ناحيه فندق اولمبيوس. فبتقول لابوها ممكن غيتا تكون هناك. فقال لها احنا اتفقنا تفضلي معايا، لسه في وقت، هنخلص المهمه وندور عليها بعدين. ليلي بتقول لهم يلا بينا نتحرك، مفيش وقت. بيظهر الزومبي القائد وهو بيراقبهم. بياخدوا مايكل المقر بتاعهم وبيكون عددهم كبير. فبيظهر القائد، فبيروح يطمن على الزومبي دي. فبتطلع مراته وكمان حامل منه. مايكل مرعوب وخايف، فالقائد مسكه وعضه في ايده وسابه يتحول. نروح لسكوت وفريقه. دخلوا جوه مبنى فلاقوا مجموعه كبيره من الزومبي واقفين ساكتين ما بيتحركوش. فليلي بتقول لهم محدش يطلع صوت ولا ينور في وشهم. سكوت قال لهم انا هعمل طريق، امشوا ورايا. تشامبرز بتقول لمارتن خليك انت قدامي، انا مش واثقه فيك، انت بتخطط لحاجه. فقال لها ماشي خليك ورايا. مارتن مسك اللمبه ورماها في طريق تاني ومشي عشان تشامبرز تتوه عنهم وتموت. فبتدخل في الطريق الغلط وهي ماشيه زومبي بيصحى، فبتقتله بالسكينه ونزلته بالراحه عشان ما يطلعش صوت، وبتقتل واحد كمان وبتمشي من المكان بالراحه. وهي ماشيه صحن بيقع، فكل زومبي صحي ومش عارفه تهرب منهم. فمسكت السلاح وفضلت تقتل فيهم. فالزومبي اللي في المكان كله صحي وهجم على الفريق. مارتن قفل الباب على تشامبرز وسابها ومشي، والزومبي هجم عليها. مايكي بيقول لمارتن تشامبرز فين؟ فقال له كانت ورايا مش عارف راحت فين. فقال له ده كانت معاك، انت سبتها هناك. وهما واقفين تشامبرز بتخرج من الشباك وسط مجموعه كبيره من الزومبي. مارتن بيقول له خلاص ماتت يلا بينا نمشي. مايكي بيحاول ينقذها بس الزومبي بيتلم عليها وبتتعض. فمايكي ضرب على البنزين اللي معاها ففجر الزومبي. بيوصلوا للفندق اللي فيه الفلوس. سكوت بيقول لماريا روحي مع بيترز فوق المبنى عشان تجهز الهليكوبتر، وقال لفاندير خد بيتر ومايكي للخزنه وانا وكيت هنروح نشغل المولد. مارتن قال له انا هخرج مع ليلي عشان نامن المكان بره. سكوت شغل المولد والكهرباء رجعت للفندق، وفاندير واللي معاه وصلوا للخزنه وقتلوا كل الزومبي اللي تحت. بتظهر غيتا واتنين تانيين وهي في المقر بتاع الزومبي. القائد سايبهم عايشين لحد دلوقتي عشان يجيب منهم اطفال قبل ما يحولهم. فاندير حط المتفجرات عشان يفجر البوابه. بعد ما فجروها بيتر بيقول لهم في فخ قدامنا محتاجين حاجه تخليه يتضرب عشان نوصل للخزنه. فاندير طلع فوق وبعدها بشويه رجع ومعاه زومبي عشان يمشي في الفخ، بس الزومبي بيهجم على بيتر فمايكي قتله. فاندير راح جاب زومبي تاني وسخن ايد زومبي مقطوعه ورماها عند الخزنه. فالمره دي الزومبي مشي ناحيه الخزنه وكل الفخاخ انضربت. بعد ما الطريق بقى امان بيتر راح عند الخزنه عشان يفتحها. في الوقت ده كان مارتن وليلي راحوا عند المكان اللي قدموا فيه مايكل للزومبي. مارتن اتفق معاها تساعده ويجيب عينة دم منهم. ليلي ضربت نار عشان يظهروا ليهم. بعدها بشويه بيظهروا في المكان، فمارتن
ضرب شبكة عليها كتفها، وضرب على التاني نار فما بيموتش، فبيهجم عليه وقبل ما يقتله ليلي ضربته رصاصة في دماغه وقالت له يلا بسرعة خد الدم منها. الزومبي بتنادي على جوزها القائد عشان يساعدها، فسمع صوتها وراح يلحقها. مارتن بدل ما ياخد منها دم قطع رقبتها، فليلي بتقول له انت عملت ايه؟ انت قلت انك محتاج دم بس. فقال لها سيبك من الدم، انت عارفة الراس دي تسوى كام بالنسبة للسيد تناكا او الحكومة؟ من خلال الراس دي هيقدروا يصنعوا منهم كتير، جيش كامل من الزومبي نقدر نتحكم فيه. فقالت له بس ده ما كانش اتفاقنا. فقال لها انت عاوزة تكملي الاتفاق ولا لا؟ يبقى خلاص اسكتي وما تعرفيش حد. فبتقول له لازم نمشي دلوقتي، هم سمعوا صوتها ولما يعرفوا اللي حصل لها الاتفاق هيتلغي وهيهجموا علينا. بيترز فوق بتحاول تشغل الهليكوبتر بس بتتعطل. بيعرفوا من الاخبار ان الحكومة هتقدم موعد التفجير 24 ساعة وان المدينة هتتفجر بعد ساعة ونص من دلوقتي. سكوت بيتصل ببيترز وبيقول لها ان موعد التفجير اتقدم وان قدامنا 90 دقيقة، فما بتقولش ليه حاجة وبتقول له كل حاجة تمام هنا، انتوا قدامكم قد ايه؟ فقال لها شوية وهنخلص. فقالت له ماشي انا مستنياكوا هنا. بينزلوا تحت الخزنة عشان يشوفوا الخزنة اتفتحت ولا لا. فبيتر بيزعق لهم وبيقول لهم انا مش عاوز اسمع صوت حد، انا غلطت بسببكم، لو غلطت تاني الخزنة هتتقفل نهائيا. فماريا قالت له خلاص تمام، انت قدامك قد ايه؟ فقال لها 30 دقيقة، مش عاوز اسمع صوت حد فيكم. القائد بيروح يشوف مراته فبيلاقيها ميتة وابنه كمان ميت، فبياخدها وبيروح على المقر بتاعه وبيطلع ابنه من بطنها وبيكون متضايق، فبيعلن الحرب عليهم وبيخرج هو وجيشه ناحية سكوت وفريقه وهم مستنيين بيتر يفتح الخزنة. ليلي بدلت الراس بتاعت الزومبي اللي مع مارتن، وبعد 30 دقيقة بيتر عرف يفتح الخزنة فنادى عليهم وقال لهم خلاص انا فتحتها. فبيدخلوا جوه عشان يعبوا الفلوس. بعد ما خلصوا سكوت بيدور على بنته ما لقاهاش. كيت سابتهم وراحت تشوف غيتا في فندق اولمبيوس المقر بتاع الزومبي، فبتلاقي الجيش خارج من هناك فبتستخبى على ما يمشوا. الزومبي وصل للفندق تحت. سكوت قال لماريا انا عارف هي فين، انا رايح اجيبها. فقالت له انا جايه معاك. فقال لها ماشي تعالي. لسه هيركبوا الاسانسير اتفتح وخرج منه زومبي مسك راس ماريا كسرها. فسكوت فضل يقتل فيهم لحد ما قتلهم كلهم. سكوت مصدوم مش مصدق ان ماريا ماتت. فليلي بتقول له تعالى بسرعه نمشي من هنا. مارتن طلع فوق وفتح الغطا وقفلوا عليهم تاني وبيقول لليلي سلام، السيد تناكا ما كانش مهتم بالفلوس، هو عاوز اللي معايا، انا هروح اقتل الطياره واهرب سلام. سكوت اداها منشار عشان تعمل فتحه في الجدار يخرجوا منها. فاندير وبيتر راحوا يجيبوا الفلوس بسرعه فما بيلحقوش يهربوا، ففضلوا يضربوا نار على الزومبي. فبيظهر القائد بتاعهم فبيضربوا عليه نار، الرصاص بيجي في القناع ما بيأثرش فيه. ففاندير رمى المسدس وراح يقتله بايده. فالقائد مسكه ولسه هيعضه. بيتر لحقه ودخله جوه الخزنه وقفل عليه ولسه هيدخل معاه. القائد مسكه وقتله. مارتن خرج من الفندق فبيطمن على الراس فما لقاهاش معاه، فعرف ان ليلي بدلتها وهو قاعد بيظهر وراه النمر فبيهجم عليه ويقتله. سكوت ومايكي بيأخروا الزومبي على ما ليلي تخلص. فليلي بتعمل فتحة في الجدار وبيخرجوا من المكان فبيوصلوا للصالة. فسكوت بيقول لهم احنا هنروح نركب الاسانسير عشان نطلع فوق لبيترز، يلا بينا. فالزومبي بيشوفهم فبيجروا على المصعد وهم بيضربوا نار على الزومبي. مايكي وهو بيقتل الزومبي اتعض في ايده فقام سحب صمام الامان بتاع القنبله. فسكوت وليلي راحوا على الاسانسير بسرعه والزومبي اتلم على مايكي واتفجروا. كيت لسه في المقر بتاعهم بتدور على غيتا فبيظهر مايكل بعد ما اتحول. سكوت وليلي بيوصلوا للسطح فلسه يركبوا بيلحقهم القائد. فسكوت بيضرب عليه نار فليلي خرجت راس مراته وقالت له خليك مكانك والا هقتلها. فسكوت بيقول لها ايه ده؟ فقالت له ده راس مراته، مارتن وعدني انه هيساعد كل اللي في المخيم لو ساعدته. فقالت له روح انت، انا عارفه انا بعمل ايه، هاخره على ما تهرب. فبيروح يركب الهليكوبتر وليلي بتقول له لو اتقدمت خطوه واحده هفجر دماغها. ليلي وهي بتبص على الهليكوبتر وهي ماشيه القائد رمى عليها حديده اتعلقت في الحيطه فرمت دماغ مراته على الارض قبل ما يوصل ليها فبيقوم ويقتلها. سكوت بيقول لها روحي على فندق اولمبيوس، كيت هناك بسرعه قبل التفجير لسه 10 دقايق. فبيروحوا على هناك ونزل على سطح المبنى عشان ينقذ بنته. في نفس الوقت القائد بيجري مع جيشه على المقر بتاعه عشان يلحقهم. كيت بتلاقي غيتا وبتقول لها يلا بينا لازم نمشي من هنا. وهم ماشيين مايكل
يمسك البنت دي ويقتلها، فكيت ضربت عليه نار، فسكوت سمع ضرب النار وراح على هناك. مايكل لسه هيقتل كيت ضربته برصاصه في دماغه. بيظهر القائد فبيدي الامر لجنوده بالهجوم عليهم، فبيجروا من المكان فبيلاقوا كل الابواب مقفوله. فكيت فضلت تضرب عليهم نار فقتلتهم كلهم، وما فضلش الا القائد بس، فبتضربه في دماغه وبتيجي في القناع والمسدس فضى، فبيجري عليهم عشان يقتلهم. سكوت بيوصل لهم الاول وبيضرب قنبله عليه بتتفجر جنبه، فبيطلعوا بسرعه للسطح عشان يركبوا الهليكوبتر، فبيلاقوها مشت وسابتهم. بس بعد دقيقه بترجع لهم تاني وبيركبوا، فبيظهر القائد تاني، فسكوت بيقول لها اطلعي بيها بسرعه، فالقائد بيجري وبينط جوه الهليكوبتر. سكوت ضرب عليه نار، الرصاص ما اثرش فيه، فمسك ايده ففي رصاصه خرجت وجت في بيترز. سكوت بيحاول يضربه بالرصاصه في دماغه فكسر دراعه. الطياره خرجت بره المدينه وشايفين الصاروخ وهو رايح يدمر المدينه. كيت مسكت طفايه حريق وخبطته بيها عشان تنقذ ابوها، فسكوت لسه بيمسك المسدس اتعض في كتفه، وفي نفس الوقت الصاروخ فجر المدينه، فسكوت مسك المسدس وضربه رصاصه في دماغه ومات. بيترز مش عارفه تتحكم في الهليكوبتر بسبب الانفجار فوقعت على الارض، كله بيموت ما عدا كيت وسكوت. فكيت راحت ليه وبتقول له لازم نربط الجرح بتاعك، فقال لها ملهاش لازمه خلاص، فبتقول له انا اسفه على كل حاجه، فبيقول لها انا اللي اسف اني سبتك ومشيت بعد موت والدتك، خدي الفلوس دي، انا عارف مش الملايين اللي وعدتك بيها بس على الاقل تقدري تخرجي بيهم ولاد غيتا من المخيم. فبيموت وكيت بتعيط عشانه. بعدها بدقيقه بدا يتحول، فكيت مسكت المسدس وقتلته. بعدها بتيجي طياره تبع الجيش. هناك في الفندق بيخرج فاندير حي، الخزنه حمته من الانفجار. بيفضل ماشي بالفلوس في الصحراء لحد ما لقى عربيه فركبها وبيروح يأجر طياره، وهو في الطياره بيحس بدوخه فبيروح الحمام يغسل وشه، فبيلاقي نفسه معضوض فبيضحك، وكابتن الطياره بيعلن انهم خلاص وصلوا المكسيك. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناه وشوف الملخصات اللي فاتتك هتعجبك، وقول لي رايك في الفيلم. سلام.